قالوا لنا أنك كذلك تحب الصحراء الجزائرية كثير. الصحراء جميلة، يعني نفسيا جميلة ومريحة للنفس. رانا عايشين في مدن تغلي، هنا مخك يرتاح، نفسك ترتاح. أنا موجودة في صحراء الجزائر وأود أن أقول لكم أن المكان رائع. نحن هنا وسط الصحراء على الكثبان الرملية لرؤية غروب الشمس بينما يحضرون لنا الأكل لنبيت. في أقصى الجنوب الجزائري حيث تنتهي المدن وتبدأ الحكايات، تمتد واحدة من أروع وأكبر الصحاري في العالم. الصحراء الجزائرية ليست مجرد رمال، بل هي عالم متكامل من السحر والدهشة، لوحة فنية رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين. الثالوث الوحيد في العالم الموجود على اليابسة، ومخزن أسرار لا يكتشفه إلا من عاشه. وهي أكبر مدينة كهفية تحتوي على أكثر من 5000 منزل كهفي. الزوار العرب والأجانب لا يخفون انبهارهم بهذا الساحر. كثيرا منهم وصفوا زياراتهم بأنها رحلة غيرت حياتهم، لأنها أعادتهم إلى الأصل، إلى البساطة، إلى لحظة اتصال حقيقي مع الأرض. الصحراء الجزائرية ليست فقط مكانا للسياحة، بل هي تجربة وجودية. Il faut un épingle là, parce qu'il est trop petit, tu vois. Ah d'accord. Oui, il faut au moins 6 mètres. Merci Monsieur Moussa pour cet honneur que vous m'avez fait. أول مرة أزور الصحراء الجزائرية، هي حقا رائعة. عشنا مغامرة حقيقية في هذه المنطقة السياحية الرائعة. سننقل صورة مميزة على هذه الرحلة. سنقوم بنقل هذه الصورة إلى السائح الروسي لدى عودتنا إلى موسكو. سنتحدث بشغف عن تلك المناظر الجميلة في الصحراء وعن العادات والتقاليد. كل شيء كان مميزا. نحن كسياح أعجبتنا كثيرا عادات وتقاليد التوارق، وكذا الرسومات الصخرية التي تحكي لنا التاريخ القديم للتاسيلي. المناظر هنا خلابة وجميلة، وأنا أشعر بالارتياح وسط هذه الطبيعة الساحرة. المكان معجزة، أنا لأول مرة هنا وسأعود حتما. جميلة جدا الأجواء هنا، والناس طيبون. منذ مجيئنا اكتشفنا معنى الصحراء والكرم عند أهلها. نحن ألمان وهذه أول زيارة لنا. إنها جميلة جدا ومناخها رائع. مدينة جميلة جدا، أنا مندهشة لجمال المناظر التي رأيتها هنا. أحببت الصحراء كثيرا، وأمضيت عطلة ممتعة جدا في هذه الطبيعة وثقافة سكانها. عندما تجولت أحسست بالأصالة والعراقة والجمال المميز. شوف المنظر اللي رايحين تشوفه. اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله منظر خيال. ولا سيما من الدول العربية، فالعرب سواء من الخليج أو من المشرق
بحكم قربهم الثقافي والتاريخي يجدون في صحراء الجزائر ما يتجاوز مجرد الطبيعة الخلابة، بل يرون فيها عمقا حضاريا وروحيا لا يشبه أي مكان آخر، حيث يزور العرب الجنوب الجزائري فتترك أثرا كبيرا في نفوسهم، بإعجاب عن حفاوة الاستقبال وكرم السكان وتلك الابتسامة الدافئة التي ترافق كل فنجان شاي يقدم تحت خيمة بدوية أو في ظل نخلة وادعة. الخوس هادشي ماشي عادي، ما شاء الله، من احسن ما كنشوف خوس يعني بعيني في الدنيا هذه قسما بالله. يا سلام، شوف خوسي، شوف بحال يعني بواحد متحف على الهواء الطلق كما كتشوفوا. يا سلام خوسي، فريمو 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 من احسن ما كنشوف في حياتي. خوسي شوف الحجر كيفاش داير، شوف تقول هذه دابا غادي تطيح ولكن لا. شوف الصوص كيتعاود خوسي. واو ما شاء الله، يا الله، واش انا كنحلم اخوتي؟ راه ما يمكنش، فريمون ما شاء الله. شوف الصخور، برك ما صور لكم راسي. شوف المناظر الطبيعيه من عند ربي سبحانه وتعالى. شوف يا الله، ما شاء الله قسما بالله خوتي. شوف شحال من فيديو كنقول لكم اندهشت من هذا المكان، ولكن فريمون هذا هنايا فهمتي، الا قلتي اندهشت راه فريمون اندهشت. شويه ما شاء الله، شوف على الجبل هذاك قداش، شوف كيفاش داير، شوف سبحان الله كيفاش بالحوت، تقول سبحان عظمه الخالق سبحانه وتعالى. الصحراء الجزائرية بسحرها الهادئ وعمقها الثقافي أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الجمال والمغامرة من العرب والخليجيين والأجانب، حيث يلتقي صفاء الطبيعة بروح الأصالة في تجربة لا تنسى.